السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنقول اخر فيديو عن الادويه اللي بتاثر في الكيوتي انترفال او ممكن والعياذ بالله تعمل سكته قلبيه او اغماء او عدم انتظام في ضربات القلب خطير. الادويه دي هي حاجه اسمها انتي سايكوتيك، والمجموعه التانية اسمها انتي ديبريسنت. انتي سايكوتيك دي مضاد للذهان او للامراض النفسيه والعصبيه الشديده شويه، والانتي ديبريسنت مضادات الاكتئاب. الانتي ديبريسنت مضادات الاكتئاب زي السيتالوبرام والإيسيتالوبرام، وزي الأميتريبتيلين. الأميتريبتيلين ده موجود في دواء مشهور جدا اسمه تريبتيزول أو أميتريبتين، والسيتالوبرام موجود في دواء برضه مشهور اسمه سيتالو أو سبرام، والإيسيتالوبرام موجود في دواء مشهور برضه اسمه سيبراليكس أو سيبرا برو أو استيكان. أدوية كتيرة جدا فيها نفس المواد الفعالة دي بتأثر على الكيوتي انترفال. لو خدتها لوحدها كده مفيش مشكلة، لكن لما تيجي تاخدها مع أي مجموعة من المجموعات اللي قلناها قبل كده في مشكلة كبيرة، فخلي بالك. طب نضيف عليها برضو آخر مجموعة اللي هي الأنتي سايكوتيك أو مضادات الذهان، اللي هي الحالات النفسية الشديدة شوية زي انفصام في الشخصية أو زي الناس اللي عندهم أفكار وهلاوس وحاجات بيشوفوها مش مظبوطة. الأدوية دي اشهر حاجه فيها الاولانزابين اللي موجود في الزبريكسا وموجود في الاولابيكس، وبرضه موجود في مواد تانية زي الريسبريدال. المادة الفعالة بتاعته اسمها ريسبريدون، ريسبريدال بقى أو ريسباديكس، المهم اللي فيه المادة الفعالة الريسبريدون. وفي حقن مشهورة جدا اسمها هالوبريدول أو هالدول، برضه بتأثر على ضربات القلب. فاللي بياخد أي حاجة من الأدوية دي ومعاهم أشهر دواء في الأنتي سايكوتيك وهو اللي بيحتوي على الكيوتيابين، ودول ملايين من الناس بياخدوا الأدوية اللي بتحتوي على الكيوتيابين، وهي دواء الكيوتابيكس ودواء السيركويل. الكيوتابيكس والسيركويل والادويه اللي زيها اللي بتحتوي على الكيوتابين دول برضو بيأثروا على الكيو انترفال. فلو انت بتاخد دواء من الادويه دي ما ينفعش تاخد اي دواء من المجموعات اللي قلناها سواء في الفيديو ده او في الفيديوهات اللي فاتت. من فضلك تابعها، ولو مش تقدر تتابع اي دواء هتاخده من فضلك اسأل الطبيب او اسأل الصيدلي هل الحاجات دي ينفع تتاخد مع بعض ولا لا. حتى لو كان الأثر الجانبي اللي أنا بقوله ده قليل مش منتشر، بس ده في إنقاذ حياة ناس. فمن فضلكم ما تبخلوش باللي انتوا تسألوا هل الدواء ده مناسب ولا بيتفاعل مع الأدوية التانية اللي حضرتك بتاخدها. وربنا يستر علينا جميعا. السلام عليكم.